قبل ما تبدأ امتحان نص السنة، الامتحان ده لازم تسمعه للآخر لأن في أسئلة ونقاط بتتكرر كل سنة من امتحانات السنين اللي فاتت، ودي فرصتك تجيب النهائية في الدراسات الاجتماعية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا سنة تالتة؟ يلا نبدأ امتحاننا، وامتحاننا هيكون لمحافظة القاهرة. الامتحان طبعا بيبدأ بالخريطة، وأمام خريطة لقارات العالم اكتب مدلول الأرقام التي عليها. واحد، دائرة عرض. دائرة عرض موجودة في المكان ده بالظبط. ركز يا سنة تالتة. ممتاز. دي طبعا دائرة الأسواق. اتنين، الهضبة اللي موجودة هنا، احنا في قارة آسيا. مم. ممتاز، دي هضبة التبت. تلاتة، المحيط اللي موجود في الجزئية دي في جنوب آسيا. برافو، ده المحيط الهندي. أربعة، إقليم المناخ اللي موجود في الجزئية دي. نركز في المنطقة اللي متظللة على الخريطة لأن هي اللي هتسهل عليك تعرف. ممتاز يا سنة تالتة، ده طبعا الإقليم المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. ونقطة خمسة، حدد الخصائص المناخية للإقليم المناخي المشار إليه في الخريطة برقم 4. احنا حددنا إن رقم 4 هو إقليم المناخي الاستوائي وشبه الاستوائي، فمطلوب منك إن انت تحدد لي الخصائص المناخية للإقليم ده. برافو يا سنة تالتة، طبعا حرارة مرتفعة طوال العام وأمطار تسقط طوال العام. نقطة ب، يختلف البشر في صفاتهم الوراثية تبعا لسلالتهم في ضوء العبارة الآتية. أجب. واحد، تعرض الزنوج للهجرات الإجبارية القسرية للأمريكتين. دلل على صحة العبارة. الدليل على ده إن هم تعرضوا للهجرات الإجبارية ضمن تجارة العبيد اللي كانت سائدة في الماضي للعمل في مزارع القطن وقصب السكر والتبغ اللي أنشأها الأوروبيين في الأمريكتين، سواء أمريكا الشمالية أو أمريكا الجنوبية. رقم 2، ما الآثار المترتبة على ارتفاع فئة صغار السن في الدول النامية؟ تحمل هذه الدول ميزانية ضخمة لتوفير الغذاء والملبس والرعاية الصحية والتعليم وغيرها من الخدمات. 3، اذكر سببا واحدا لقلة السكان في غرب أستراليا. طبعا يرجع السبب ده بسبب الظروف الصحراوية في المكان ده، كمان موجود في وسط أستراليا ظروف صحراوية أدت إلى قلة السكان في المنطقتين دول، فهنا إجابتنا بسبب سيادة الظروف الصحراوية في هذه المنطقة. السؤال اللي هنا مختلف شوية، هو هيجيب لك منطقة وطالب منك المنطقة دي تحددها في أي قارة، وكمان هي تبع أي إقليم مناخي، وكمان السلالة اللي موجودة في المنطقة دي. فمثلا المنطقة الأولى معانا جبال الأبلاش. جبال الأبلاش موجودة في أي قارة؟ ممتاز، موجودة في أمريكا الشمالية. طيب بتتبع أي إقليم مناخي؟ ممتاز جدا، طبعا الإقليم الجبلي. طيب السلالة الموجودة فيها هي طبعا السلالة القوقازية. تاني منطقة محددها وهي سهول سيبيريا. السهول دي موجودة في أي قارة؟ ممتاز، موجودة في قارة آسيا. طبعا المناخ أو الإقليم المناخي بتاعها هو المناخ البارد اللي تندرة. بالنسبة للسلالة البشرية الموجودة في المنطقة دي، ممتاز جدا، هي سلالة المغولية. السؤال التاني معانا وهو اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة مع ذكر السبب في الحالتين. 1، تمتد جبال الإنديز في شرق أمريكا الجنوبية. طبعا العبارة دي خطأ. ليه؟ لأن جبال الإنديز بتمتد في غرب أمريكا الجنوبية. رقم 2، تنفض الغابات المخروطية أوراقها في فصل الشتاء. العبارة دي برافو خطأ، لأن الغابات النفضية هي اللي بتنفض أوراقها في فصل الشتاء لشدة البرودة، إنما الغابات المخروطية لأ. 3، توجد سهول نهر نيلسون في الشمال الغربي لأمريكا الشمالية. العبارة دي صح ولا غلط؟ ممتاز، طبعا غلط. ليه؟ لأن سهول نهر نيلسون موجودة في الشمال الشرقي لأمريكا الشمالية. 4، روسيا دولة ذات رعاية طبية فائقة. طبعا العبارة دي صح،
والدليل على صحتها لأن موجود عدد كبير من الأطباء بالنسبة لعدد السكان اللي موجودين في روسيا. نقطة ب وهو ما النتائج المترتبة على اقتراب حافات الجبال والهضاب من الساحل في أفريقيا بصفة عامة طبعا. اللي ترتب على ده إن موجود أو أدى ذلك إلى ضيق السهول الساحلية لقارة أفريقيا في العموم. 2. ما النتائج المترتبة على زيادة السكان في معظم دول قارة آسيا. طبعا اللي ترتب على زيادة الناس أو السكان في معظم الدول الموجودة في قارة آسيا عدة مشكلات عديدة. كان من المشكلات دي نقص الغذاء وقلة نصيب الفرد من الدخل القومي، زائد كمان انخفاض في مستوى المعيشة ووجود هجرات غير شرعية تتجه معظمها إلى الدول المتقدمة زي كده دول أوروبا. نقطة جيم وهي حدد أوجه الشبه بين كل مما يلي. 1. تضاريس أستراليا وتضاريس أفريقيا. طبعا بيسود المظهر الهضبي في القارتين سواء في أفريقيا أو أستراليا، زائد كمان بتشغل الهضاب مساحات واسعة جدا من قارة أفريقيا وبتشغل الهضبة الغربية نصف مساحة قارة أستراليا. فبكده ده وجه الشبه التضاريسي اللي موجود في القارتين، إن الاتنين بيسودهم المظهر الهضبي يعني فيهم هضاب. فقارة أفريقيا فيها مساحات واسعة جدا من الهضاب، زائد كمان أستراليا فيها الهضبة الغربية اللي بتشكل نحو نص مساحة قارة أستراليا كلها. رقم 2 وهو الإقليم المناخي اللورانسي وإقليم مناخ غرب أوروبا. التشابه اللي ما بينهم طبعا لأن كل واحد فيهم بينتمي إلى الأقاليم المناخية المعتدلة الباردة، زائد الاتنين بيتشابهوا مع بعض في الخصائص المناخية زي سقوط الأمطار طوال العام والشتاء البارد. الجزء الثاني من الامتحان وهو طبعا التاريخ. هنا اختر أو تخير الإجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يلي. 1. العاصمة التي كانت خارج سيطرة الدولة المملوكية قبل الصدام مع العثمانيين هي إيه؟ العاصمة هل كانت حلب، دمشق، تبريز، ذي القادر؟ العاصمة التي كانت خارج سيطرة الدولة المملوكية قبل الصدام مع العثمانيين كانت برافو تبريز. 2. جاءت الحملة البحرية الشمالية لطرد الحملة الفرنسية عام 1799 من مصر عن طريق جزيرة كريت، رودس، قبرص، مالطا. الحملة البحرية الشمالية علشان يطردوا الحملة الفرنسية. برافو طبعا عن طريق جزيرة رودس. 3. كانت من مطالب إنجلترا وفرنسا في المذكرة المشتركة الثانية في مايو 1882 إقالة وزارة مين؟ شريف، راغب، رياض، البارودي. إنجلترا وفرنسا كانوا بيطالبوا في المذكرة المشتركة الثانية اللي كانت في مايو 1882 إن هما يقيلوا وزارة مين؟ برافو طبعا وزارة البارودي. 4. اعترفت بريطانيا بمصر دولة مستقلة ذات السيادة بمقتضى لجنة ميلنر ولا تصريح 28 فبراير 1922 ولا مؤتمر مونترو ولا معاهدة 1936؟ برافو يا سنة تالتة، ده طبعا بمقتضى تصريح 28 فبراير 1922. أما نقطة ب في السؤال الأول للتاريخ وهو ما تقييمك لمصداقية العبارة التالية؟ تعددت الحجج التي اتخذتها إنجلترا لاحتلال مصر. تقييم مصداقية العبارة إن العبارة دي بالفعل صادقة، والدليل على ده لأن تمثلت الحجج لإنجلترا في احتلالها لمصر في 3 حاجات. أول حاجة إن هي كانت بتدعي إن هي آتية لمصر لحماية الخديوي وتدعيم سلطته، زائد كمان تأمين حياة الأجانب ومصالحهم، زائد القضاء على الثورة العربية. نقطة جيم فسر كل عبارة مما يلي. 1. كان لشركة قناة السويس دورا كبيرا في فشل الثورة العربية. تفسير العبارة دي طبعا لأن إدارة شركة قناة السويس اللي كانت متمثلة في ديليسيبس أكدت حيادية القناة، يعني القناة هتسمح للسفن البريطانية الدخول من ناحية قناة السويس دون مراعاة للاتفاقيات الدولية
وفي الآخر أدت إلى هزيمة العربيين واحتلال بريطانيا لمصر، وكمان فشل الثورة رقم العربية. 2. تخلت فرنسا عن مساندة مصطفى كامل. تفسير العبارة دي لأن عرف الرأي العام الأوروبي والقوى الدولية وفي مقدمتها فرنسا بحق مصر في الاستقلال ورفضها للاحتلال وسياساته، وعلشان كده تخلت فرنسا عن مساندة مصطفى كامل وعقدت اتفاق ودي مع إنجلترا سنة 1904. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير صحيحة مع ذكر السبب في الحالتين. شهدت مصر حالة من الاستقرار السياسي عقب خروج الحملة الفرنسية. العبارة دي صح ولا خطأ؟ برافو، طبعا خطأ. ده لأن مصر أصلا شهدت حالة من الفوضى والاضطرابات والصراعات بين المماليك والعثمانيين وكمان إنجلترا عقب خروج الحملة الفرنسية. 2. فرضت الزعامة الشعبية إرادتها على السلطان العثماني سنة 1806. العبارة دي صواب ولا خطأ؟ طبعا صواب، وده بسبب ان الزعامة الشعبية تمسكت بمحمد علي وعرضوا نقله الى سلونيك، فقام السلطان العثماني بتثبيت محمد علي في حكم مصر. 3. كانت شروط امتياز حفر قناة السويس كانت مجحفة بالنسبة للمصريين. مجحفة يعني صعبة وكانت ظالمة. العبارة دي صح ولا خطأ؟ ممتاز، طبعا العبارة دي صحيحة، وده لأن طبعا كانت معظم الشروط ظالمة للمصريين، وكان منها أن الحكومة المصرية تتنازل مجانا عن جميع الأراضي اللازمة لحفر قناة السويس وترعة المياه العذبة، وطبعا ويكون 4 أخماس العمال من المصريين. النتائج التي ترتبت على ما يلي: اتساع الفجوة بين أساليب القتال التي استخدمها العثمانيين ضد المماليك. أدى ذلك إلى انتصار العثمانيين على المماليك وانتهاء دولتهم، وأصبحت مصر والشام تحت سيطرة الدولة العثمانية. ما النتائج التي ترتبت على قرارات لجنة التحقيق العليا الأوروبية في يناير 1878؟ أدى ذلك إلى تنازل إسماعيل عن سلطته المطلقة لوزارة مسؤولة عن الحكم في البلاد، وتنازل إسماعيل عن أطيانه وأطيان عائلته ووضعها تحت الرقابة الدولية مقابل مخصصات مالية تصرف لهم. 3. من النتائج التي ترتبت على اغتيال السير ليستاك القائد العام للجيش المصري في نوفمبر 1924. اللي ترتب على ده إن قدم المندوب السامي البريطاني اللورد اللينبي إنذاره للحكومة المصرية في نوفمبر 22 1924، وطلب فيه عدة مطالب، منها سحب الجيش المصري من السودان، وده اللي أدى إلى استقالة وزارة سعد زغلول علشان رفض المطالب، وتأليف وزارة جديدة برئاسة زيور باشا رئيس مجلس الشيوخ، والوزارة دي هي اللي قبلت المطالب البريطانية. آخر سؤال معنا في الامتحان وهو دليل تاريخيا على ما يلي: أثرت معركة أبي قير البحرية سلبيا على كل من فرنسا ومصر. التأثير السلبي بالنسبة لفرنسا إن هو تم إغراق وتحطيم أسطولها، وقطعت إنجلترا الصلة بين فرنسا والحملة في مصر، وقضت على آمال فرنسا في السيطرة على سواحل البحر المتوسط. أما بالنسبة لمصر فتوقفت حركة التجارة الخارجية بسبب حصار إنجلترا لشواطئ مصر الشمالية. 2. ارتفاع مكانة مصر دوليا أثناء حروب محمد علي في اليونان. طبعا الدليل على ده لأن محمد علي تفاوض مع الدول الأوروبية مباشرة لإنهاء الحرب دون الرجوع للسلطان العثماني، والكلام ده في سنة 1828.